مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مصري إيجابي. النهاردة هنتكلم عن واحد من أعظم المفكرين في تاريخ الأدب العربي، اللي ترك بصمة كبيرة في الفكر والثقافة. إنه عباس محمود العقاد. ولد عقاد في أسوان سنة 1889، وبدأ حياته كموظف حكومي، لكن حبه للقراءة والكتابة خلاه يتحول لأديب موسوعي. كتب أكتر من 100 كتاب في مجالات مختلفة زي الأدب، الفلسفة، والتاريخ. من أشهر أعماله سلسلة عبقريات، اللي تناول فيها شخصيات تاريخية زي علي بن أبي طالب، المتنبي، وطه حسين. كمان كتب كتب زي الديمقراطية في الإسلام والشخصية اليابانية. العقاد كان دايما بيدافع عن حرية الفكر والتفكير المستقل. كان بيشجع على التمرد، على التقليدية، والبحث عن الحقيقة. في النهاية عباس العقاد مش بس كاتب، ده كان مفكر حر ترك لنا إرث فكري عظيم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا لاستماعكم، ونشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست مصري إيجابي.